30 جنيه. تعالى يا اخي اقول لك تعمل ايه في قصر الكبابجي. طبعا انت نفسك تروح قصر الكبابجي وتاكل هناك، فتعالى اقول لك تعمل ايه ب 30 جنيه في قصر الكبابجي، وازاي تاكل من عند قصر الكبابجي ب 30 جنيه. انا حاسس بيك عشان انا وانت لو بادجت زي بعضينا، وبحس بيكم ولازم اقول لكم كل العروض وازاي توفروا. فيلا بينا نوفر ونخد التجربه كامله. وعشان المقاطعه جبت لكم عرض من براند مصري 100%. هعيد الانترو تاني ان كل ده ب 30 جنيه، وتعالى اقول لك ازاي تاكل من قصر الكبابجي ب 30 جنيه. انا عمال اعيد عشان انا من نفسي مش مصدق. يلا بينا خدنا الاوردر. تعالى اقول لك تعمل ايه لما تيجي هنا عشان اديك الكبسوله. تيجي هنا يا اخي بتخش على التيك اواي وتطلب اي ساندوتش من الساندوتشات اللي هحطها لكم دلوقتي، اي حاجه فيهم 30 جنيه. ما كدبتش خبر وطلبت منيو ال 50% كله، وده الريسيت عشان لو حد لسه مش مصدق. والعرض ده تيك اواي بس وساري لحد اخر السنه. ويلا بينا اقول لك الريفيو التمام. انا جبت 6 ساندوتشات لان بقى ايه، قلنا نجرب كل حاجه بقى، ما هو عرض بقى. نبدا باول واحد، ده السجق. ده السجق يا معلم، سجق مشوي والكميه كبيره على 30 جنيه. هو طالع العادي جدا. طعم السجق المشوي عندهم كان حلو جدا. تحت هنا في بصل وطماطم، السعر بتاعهم معاه ويروقوا عليه. تاني واحد كان ساندوتش الشيش، وطبعا زي ما انت شايف كده الكميه قد ايه. الكميه كبيره مش عشان العرض، مش عايزك تقول ده عرض فمش هروح. الكميه كبيره بجد. لسه في تاني هنا جوه. وطعم ساندوتش الشيش ده هيخطفك بجد. بعد كده اللي تشيكن تندوري، وانا ما كنتش فاهم الساندوتش ده ايه غير ان هو هندي. واحده هندي بقى عشان اقلب هندي يا حبيبي. مع احترامي للهند والاخوه الاشقاء، بس الساندوتش ده مش كيفي وما عجبنيش قوي يعني، ما دخلش دماغي. ده بقى الحواوشي يا معلم. بص احنا ايه هنقسم كده عشان نخش جوه الساندوتش. تعالى ندوق ونشوف. وانا هنا كنت رافع سقف طموحاتي لفوق، بس للاسف هو مش اجمد حواوشي يعني. هم مضلعينه وعاملين له عيش مخصوص والكلام ده كله، بس برضه ناقصه حاجه. ده بقى الكفته. كل ده صباع كفته، كل ده صباع كفته. ايه حته عدنان دي. نيجي للجد بقى، ساندوتش الكفته ده ينسيك هموم الدنيا كلها. الساندوتش مخدوم بجد وطعمه حلو جدا جدا جدا. ومسك الختام كان ساندوتش تشيكن كاري. تحيه لاخواتي في الهند، رجعنا العلاقات. التونسون تندوري وركزوا في الكاري. كده الساندوتش ده والكفته والسجق المشوي والشيش المشوي من احسن الحاجات اللي عجبتني هنا. حلو قوي برده. ورساله بقى لقصر الكبابجي لما يشوفوا الفيديو ده ويحبوا يعزمونا، انا اصحابي مجهزين الاغنيه اللي هتتغنى على الملوخيه. عقليه دين 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 كل ملوخيه. يلا بينا بقى.